ضغط متوفره لدى المنتخب المصري. انا كاتبها لي، احنا بنعرف انا بصيت عليك بنعرف نضغط جماعي. يعني على فكره نعم. الصقر بيقول كلام صح وميدو بيقول كلام صح. انا هقول لا لك الواقع. ما تمشيليش على الحبلين. لا هقول لك بالظبط. يا انا بقول رايك ده قال انا مش هضغط وده قال انا هضغط. لا ده كلام كوره. لكن انا بقى باجي اقول ايه، هل حاله منتخب مصر هنعرف نضغط جماعي؟ لا طبعا مش ما نعرفش نضغط جماعي. يعني لو انا بقول لحضرتريك لو اول حاجه صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، احنا في المباراه السابقه ثلاثه اقوياء وتحتيهم ثلاثه اقوياء. بس تعالى طبق بقى. هل بتضغط جماعي؟ اول حاجه الضغط، يعني الضغط لما الكره تروح تيجي على جنب من الاجناب هبتدي ارحل، هبتدي اضغط كل ما صلاح يروح داخل تريزيجيه، يروح مصطفى محمد يروح. بنعرف نعمل كده؟ لا. كان المباراه اللي فاتت كان امام عاشور على طول في واحد في نص الملعب فاضي بيروح مستلم ويبتدي يقابلنا بوشه. هل احنا نعرف نعمل كده؟ لو متمرن عليها هنعمل كده. قصدك ان امام كان بيطبق الضغط صح؟ ما كانش بيعرف يضغط. لا ما بيضغطش صح. الناس دلوقتي شايفه ان انت متحامل على امام. لا خلي بالك ده انا اللي مضيه اول واحد. ده انا لا بتكلم دلوقتي على الماتش. لا امام لعيب كبير جدا جدا جدا. بس انا بتكلم في العناصر. هل بتعرف تضغط صح؟ انا عندي حاجه بس يا كابتن ممكن اقولها، بس هو انت مضيه في الزمالك ولا مضيه فين؟ مش هم بقى مضيه وخلاص، مضيه على اي حاجه. لا انا قصدي ان يعني لا احنا بنحلل بنتكلم بمنتهى الامانه. يعني انت مش من انصار الضغط النهارده؟ احنا ما نعرفش نضغط جماعي كلنا مع بعض. ده ميزه منتخب مصر. لو وبعدين انا اسف، حاله السنتر باكين بتوعك ما تسمحش ان انت توسع عليهم اللعب، توسع عليهم المساحات. يعني حاله منعم وربيعه هما الاثنين مع بعض لازم تدفيهم. لازم يبقى الباك رايت والباك ليفت قريبين منهم. انا عندي الباك رايت والباك ليفت هاني وحمدي، وعندي اثنين، عندي مروان وعندي حمدي فتحي. انا ممكن ادخل في النقاش، بس يا جماعه انا قلت بالعكس النقاش مفتوح. هو كان رحمه قال اول 3-4 دقائق. انا قلت انا ما بقولش ان احنا يبقى ده اسلوب اللعب بتاعنا. تبدا بيه بقى بتكلم يعني ابدا بايه؟ بس انا في جزئيه فاضله. لو النهارده مصطفى محمد بدا يضغط وصلاح وتريزيجيه الاثنين قريبين وقرب منهم زيزو وحمدي فتحي ومروان عطيه موجود والخمسه المدافعين ورا موجودين، فين المشكله في كده؟ المشكله اي كره طويله الكره الثانيه مش هتبقى بتاعتك. لا انت خايف على الكره الثانيه طبعا. احنا لما جينا لان مروان لوحده، مروان لو ما عرفش يوسطن نفسه كويس عشان الكره الثانيه وهم خدوا الكره الثانيه وراحوا عليك، هي دي بقى حاله السنتر باكين اللي انا بتكلم عنها. هو بالدي راس الحربه ده. انا هدي حضرتك مثال. يلا المباراه السابقه كان بيحصل انا بحب الخلاف في الكوره قوي طبعا. يبقى في ضغط. ما انت بتتكلم على ليفل مختلف. طب خليه يكمل، خليه يكمل يا حميد، خليه يكمل يا كابتن. وعلى فكره بوركينا برضه اول ثلث ساعه كان ليفل مختلف، وبعد كده ظهر وطاره ولقيت ان انت في بتلاقي ان على طول كان بينزل حد من بوركينا تراوري كان بينزل يستلم الكوره، واول ما بيستلم على طول بيبقى وشه للملعب وعامل لك مشاكل. احنا ما بنعرفش نضغط جماعي. انا مع مدرسه ان المباراه دي اقدر احاول اخلق مساحات في ظهر الديفنس لغينيا. طب ما هو واستغل تريزيجيه واستغل. طب انت عايز تطمعهم في الجيم؟ انا طبعا يعني يا عم انا معاك في نفس الراي. انت صح، امام عاشور ما بيعرفش يضغط. انت صح. مين بقى في المنتخب كله بيعرف يضغط؟ انت خلي بالك، انت جريء جدا. محمد فضل جريء جدا ان هو يتكلم كده على امام عاشور وهو عارف ان هو لاعب في النادي الاهلي. ده جريء جدا، دي جراءه يحصل عليها بصراحه. بس هو سؤال بجد والله العظيم ما بدافع على امام عاشور، بس سؤال. تقدر وانت قاعد في الاستوديو التحليلي كده تتكلم وتقول ان محمد صلاح ما بيضغطش؟ تقدر تقول ان محمد صلاح ما بيلعبش؟ تقدر تقول ان محمد صلاح اداؤه مع ليفربول مختلف تماما عن اداؤه مع منتخب مصر؟ مش بسبب اللاعيبه اللي حواليه، بسببه هو. تقدر تقول كده؟ تقدر تقول ان محمد صلاح ما بيرضاش يرجع يرتد يعمل واجباته الدفاعيه؟ تقدر تقول كده؟ انت صح. انا بقول لك انت صح. اللي انت قلته على امام عاشور مظبوط، معاك حق فيه. لا امام عاشور ولا زيزو ولا تريزيجيه. شوف بقى تريزيجيه ارجل لاعب في المنتخب بغض النظر عن اداؤه النهارده. ارجل لاعب في المنتخب بالنسبه ليا وبالنسبه على ما اعتقد كان معظم الناس. يعني ما بيضغطش. مصطفى محمد ما بيضغطش، ما بيعملش، ما بيلعبش، ما بيسويش. كل اللاعبين انا متفق معاك تماما. تقدر تتكلم على محمد صلاح كده؟